بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب. صدق الله العظيم. بيان. تعلن الجبهة العربية الموحدة تأييدها ومساندتها لكل القرارات التي صدرت من مجلس النواب ومجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تلبية مطالب المتظاهرين السلميين بعموم العراق. وتحث الجبهة العربية الموحدة مجلس النواب ومجلس الوزراء على بذل المزيد من الخطوات التي يمكن من خلالها محاربة الفساد والمفسدين وتحقيق مطالب الجماهير. وفيما يتعلق بحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، لطالما طالبت الجبهة العربية الموحدة في بياناتها السابقة بحل مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي، واليوم تعلن الجبهة العربية الموحدة تأييدها لهذه الخطوة، لأن هذه المجالس أصبحت عبئا كبيرا ويشوب عملها الكثير من الشبهات الفساد. وفي الوقت نفسه تدعو الجبهة العربية الموحدة إلى ملء الفراغ واختيار المحافظ من قبل مجلس النواب مباشرة، وإيجاد آلية لمتابعة عمل المحافظين. وتطالب الجبهة العربية الموحدة بأن يكون اختيار المحافظ مستقبلا من قبل الجماهير المحافظة مباشرة. كما وستدعو الجبهة العربية الموحدة إلى تجمع سلمي في محافظة كركوك بأقرب وقت ممكن لحث الحكومة والبرلمان على الإيفاء بوعودها للمتظاهرين السلميين، وأيضا دعم قواتنا الأمنية في محافظة كركوك التي تحافظ على أمن واستقرار المحافظة، والمطالبة بتخليص المحافظة من رموز الفساد ومحاسبة كل من سولت له نفسه سرقة المال العام. وندعو هيئة النزاهة في محافظة كركوك إلى متابعة ملفات الفساد، الرحمة للشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، والشفاء العاجل للجرحى. عاشت كركوك حرة عراقية لكل العراقيين. عاش العراق الواحد الموحد. الجبهة العربية الموحدة في كركوك.